المغرب تفرق عليها. شنو وقع اخويا هنايا؟ بعد كنا اولا وقبل كل شيء من اجل التعريف معكم عبور بشعيب، عضو اللجنه الوطنيه للمركز المغربي لحقوق الانسان، كاتب العام على فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بعمليه في دمر السلطان. انا اليوم كنتواجدوا امام محطه ولازيان اللي كان واحد صراع ما بين الافارقه نفسهم مع بعضهم البعض، اللي على اثر دخلات السلطات الامنيه باش تفضل النزاع وتحد من المشاكل اللي هي ربما تنتج عليها اشياء اخرى اللي ربما تسيء السمعه ديال الامن ديالنا اللي تعتبر انه غير متواجد. التواجد ديالهم وتعاملوا مع الوضع بواحد السلاسه، لا السلطات المحليه ولا رجال الامن الاجهزه الامنيه، الا ان الافارقه خذوا الامور بطريقتهم الخاصه. تلك الممارسات الغابويه الفوضويه اللي بداو كيمارسوها على رجال الامن، الرشق بالحجاره، السب والشتم بكل انواعه المفهوم والغير المفهوم منه، لدرجه ان احد رجال الامن اصيب اصابه بالغه، نقل على اثرها الى مستشفى ابو الوفي لتلقي العلاجات الضروريه. ورجل من اعوان السلطه للملحقه 19 هو اصيب في رجليه بالحجاره، ناهيك على بعض المرات اللي ساكن راه هزوا الدقه ومشاو. وهاد الناس راه صبحوا اليوم كيقولوا كيصرحوا هما عبر التنظيمات ديالهم سميتو بان افريقيا ديالهم، نحن غير دخلاء، حنا اللي ولينا دخلاء عليهم. وهاد الناس راه ما خصناش نسكتوا على هاد الاشياء، راه كنطالبوا من عبر هاد المنابر الاعلاميه كل الاجهزه المسؤوله على اساس انها تاخذ بعين الاعتبار ما سيحدث مستقبلا، لان ان استبحلت الامور على هذا المنوال ستكون طامه كبرى على المجتمع وعلى هؤلاء الافارقه. وعليه نناشد كل الجهات المسؤوله كي تتخذ الحل او الحلول المناسبه في الوقت المناسب في زمانها ومكانها. يعني يقدر يكون شي صراع، كنعرفوا بان الافارقه الان كيتواجدوا قرب من الحي الشعبي من اعراق الاحياء بني الدار، يعني يقدر يكون شي صراع بين ابناء الحي والافارقه. راه الصراعات راه حدثت مرات عديده، والتدخل الامني والسلطات المحليه اللي كيرأبوا هذا الصدع وكيحاولوا ما امكنهم باش يبيتيو هذه المشاكل، لان احنا كمغاربه، المغاربه معروفين بالكرم ديالهم، معروفين بالسخاء، معروفين بالخير، معروفين بكل ما من شأنه يدعو الى التآزر. هم افارقه ينتسبون الى القاره الافريقيه، راهم جزء منا، ولكن ننبذ هذه الاشكال التي يمارسونها. بالنسبه للحاله ديال رجل الامن والعون السلطوي اللي عون السلطه، بالنسبه لعون السلطه الضربه اللي كلا برجلو شويه غير مؤثره، مي رجل الامن في مشى بحاله مسكين ما شاء الله مضروب، ضربوه لراسو، ضربوه ليدو، وربما راه عنده شي كسر الى ما خانتنيش الرؤيه وسميتو والظن، راه عنده شي كسر، اصيب بكسر ما، ونتمناو يكون بخير وعلى خير، ونتجاوزوا هذه المراحل اللي هي عصيبه، اللي هي لا تدعو الى القلق، لا تدعو الى التفاؤل بخير مع هذه الناس. شكرا لك. لا شكر على وجهك.
نعيدوا ولا نعاود يلا نلعب.